السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب. في الفيديو ده بفكر نفسي وبفكركم ببعض الخطوات اللي نهيئ نفسنا بيها نفسيا وإيمانيا علشان ما يحصلش اللي بيحصل مع معظمنا، إننا بنبقى أول أسبوع 10 أيام كويسين، ونيجي بعد كده يبدأ مؤشر العبادات يهبط، ونلاقي رمضان خلص وما طلعناش منه بأي حاجة. طبعا كان الصحابة رضي الله عنهم بيدعوا ربنا قبلها ب6 شهور: اللهم بلغنا رمضان. وبعد رمضان ب6 شهور كانوا بيدعوا ربنا تقبل منا رمضان. احنا طبعا بقى ايام قليلة جدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. اول حاجة لازم التهيئة مهمة جدا، لاننا بنبقى طول السنة مقصرين جدا في العبادة، فما ينفعش ندخل رمضان بالنفسية دي. نبدأ واحدة واحدة مع بعض. نصوم كام يوم قبل رمضان، يبقى في ورد قرآني محدد، يبقى في ورد دعاء، والدعاء من الحاجات المهمة جدا في رمضان، وإن شاء الله هعمله فيديو منفصل. طبعا ما ننساش قيام الليل، ممكن مرتين 3 في الأسبوع أو يوم ويوم حسب مقدرتك، ولكن الحاجات دي فعلا بتفرق جدا ومهمة جدا. وأنا بفكر نفسي وبفكركم علشان نستثمر الموسم العظيم ده. رمضان بالنسبة لنا شحن إيماني بنشحن بيه طول السنة. رقم 2، أجيب النوت بوك بتاعتي وأكتب أهداف رمضان. أهدافي إيه في رمضان؟ في كل الجوانب، في الجانب الصحي، في الجانب الديني، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الأسري. احنا مش هنتقل على نفسنا، علشان أنا عارفة الولاد والدراسة والبيت، فكله ده بيبقى كتير علينا، بس ما ينفعش نسيب نفسنا كده. نبدأ بخطوات بسيطة تتناسب مع ظروفنا، بحيث تقدري تنجزيها وتكملي عليها فيما بعد. من الحاجات المهمة جدا والحلوة ان احنا نعملها في رمضان نحدد دعوات. هتجيبي برضو ورقة وقلم وتكتبي انا عايزة ايه في رمضان، او انا عايزة ادعي بايه في رمضان. كان السلف الصالح يخصصون دعوات ويلحون على الله بهذه الدعوات في كل وقت في رمضان، فلا يأتي رمضان المقبل إلا وقد أعطاهم الله ما سألوه. من الحاجات المهمة برضو اللي ممكن تساعدك ان انت ما تقعيش في النص، استعيني بصديق. لو انت عارفة نفسك ممكن تقعي في النص وممكن يجيلك فتور، استعيني بحد تساعدوا بعض وتشجعوا بعض لو حسيت ان انت ممكن تقعي في النص. الموضوع ده هيفرق برضو معاكي جدا. النقاط اللي فاتت دي كانت على المستوى الإيماني والنفسي. آخر حاجة بقى عايزة أقولها في الفيديو ده: اعملي بعض الخطوات اللي هتخليكي تركزي في العبادة أطول وقت ممكن. زي ايه؟ زي مثلا لبس العيد. ما ينفعش ابدا ابدا نجيب لبس العيد في رمضان، لانه بياخد وقت وبيضيع وقت كتير، خاصة الوقت ده بيكون غالبا في العشر الاواخر. حاولي برضو تنظفي تنظيف عميق قبل رمضان، علشان ما تنشغليش بموضوع التنظيف ده في رمضان، ويبقى حاجات كده سريعة. حاولي برضو لو انت بتاخدي وقت في شراء حاجة رمضان وتجهيزها، تعملي الموضوع ده قبل رمضان. اشتري الحاجات اللي ينفع تشتريها وتخزنيها في الفريزر، علشان ده هيسهل معاكي جدا، ومش مش هتضيعي وقت كتير. الحاجات دي فعلا بتفرق جدا وما تستهونيش بيها، لان في حاجات كده صغيرة لما تجمعيهم مع بعض هتلاقيهم عملوا لك كام ساعة او وقت كويس قوي ممكن تستغليه في العبادة. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.